في زمن من الأزمنة خرج 3 رجال يمشون في طريق سفر، وأثناء سيرهم هطلت أمطار شديدة، فبحثوا عن مكان يحمون فيه أنفسهم. وجدوا غارا في جبل، فدخلوا إليه ليستظلوا فيه مؤقتا. لكن فجأة انحدرت صخرة عظيمة من الجبل وسدت باب الغار بالكامل. حاولوا دفعها، لكن الصخرة لم تتحرك. هنا أدركوا أنهم محبوسون، ولا أحد يعلم بمكانهم إلا الله. قال أحدهم: لن ينقذنا من هذا إلا أن ندعو الله بأعمال صالحة أخلصناها له وحده. الرجل الأول قال: يا الله، كان لي والدان كبيران في السن، وكنت لا أقدم على خدمتهما أحدا. وفي يوم تأخرت في الرعي، فوجدتهما قد ناما، فوقفت عند رأسيهما باللبن، لا أوقظهما ولا أسقي أهلي قبلهما، وبقيت واقفا حتى طلع الفجر. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، لكنهم لم يستطيعوا الخروج. الرجل الثاني قال: يا الله، كانت لي ابنة عم أحبها حبا شديدا، وأرادتني على نفسها فرفضت، ثم احتاجت يوما للمال، فأعطيتها بشرط أن تمكنني من نفسها. فلما جلست بين يديها قالت: اتق الله ولا تفضي الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت المال لها. إن كنت فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة أكثر، ولا يزال الخروج مستحيلا. الرجل الثالث قال: يا الله، استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا، فنميت أجره حتى صار مالا كثيرا. ثم جاء بعد زمن يطلب أجره، فأعطيته كل ما نتج عنه دون أن أنقصه شيئا. إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا. فتحركت الصخرة بالكامل، وخرجوا يمشون أحرارا.